اهو العيش اللي عملناه ما شاء الله، ورولهم يا نانا حاجه كده خطيره، جربوه سهل خالص. ايه رايك يا حلو؟ ما شاء الله، تسلم ايدك يا اخوك. معايا كيلو دقيق، هحط له كوبايتين من الميه. بسم الله. هحط للكيلو دقيق معلقه صغيره من الملح، معلقتين كبار من الزيت. هعجنهم مش اقل من 10 دقايق. العجينه لازم تكون يابسه. هحط كوبايتين الا ربع من الميه على الكيلو دقيق، واخر ربع كوبايه بحطها شويه شويه، لان كل نوع دقيق يختلف عن التاني. يعني شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه يابسه، يعني ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت مش بتلزق، بس مش بتلزق جامد في الايد. يعني لو العجينه زادت منك الميه زودي لها معلقتين دقيق. شايفين بقى العجينه بسم الله ما شاء الله بقت حلوه جدا. هنا قسمت العجينه وبعملها كور متساويه قد بعض. دهنت الصينيه قبل ما احط فيه العجين، ودهنت طبعا الوش دهنه بسيطه من الزيت مش كتير، وغطيته بورق الاسترتش، وهسيبه يرتاح مش اقل من ساعه علشان تفرد معاكي والرغيف يبقى حلو. هنا كده خلاص ارتاحت ساعه. معايا حبه من الدقيق ومعلقتين من الزيت. شايفين العجينه ما شاء الله ما ارتاحت. هرش رشه من الدقيق هنا وهنا، وهعمل هفردهم. بسم الله. هنا فردت العجين قد بعض. بسم الله. هحط هنا نقطتين زيت وهنا نقطتين زيت، وادعكهم كده بايدي. بسم الله. هرش رشه بسيطه من الدقيق. بسم الله. وهاخد دي كده وهقلبها عليها وهسويها اهو. هفرده بقى بالنشابه بايدينا مفيش مشكله. احط بس رشه بسيطه من الدقيق. بسم الله. مش كتير. بسم الله. اعمله بقى كده دايره علشان خاطر يطلع معايا حلو كده والريف. اخدها كده. بسم الله كده. طبعا حته طبعا اروح مسويها، بس انا شايفه ان كله ما شاء الله مظبوط. انا هاخد بقى الرغيف كده. بسم الله. على الجبنه على طول. بسم الله. افرده كده. بسم الله. واساوي الرغيف كده هو على النار، ما تقلقوش خالص، ما بياخدش دقيقتين على النار. شايفين ما شاء الله. اقلبه كده في ثانيه، ما بياخدش ثواني على النار. اول ما يبتدي كده يتشمع معانا كل دقيقه كده اقلبه، مش عايزين يتلسع مننا. طبعا الاطراف دي اهي بتكون طريه. احاول بقى كده اقلبها. بسم الله. ما بياخدش كل الموضوع 3 دقايق على النار. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله. هو بقى هتلاقوه كده فك لوحده. لو انتوا عايزين بقى تاخدوا الطبقه دي تدوها كده سوا كمان مفيش مشكله، بيكون احسن واجمل اهو. شايفين بتشمع اهو ما شاء الله. الرغيف زي الفل. ايه رايكم؟